أحمد الله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو أن إنسانا يريد أن يسيء باللفظ أو بالفعل أو بكلام بذيء أو سيء، أو أن ينتقص من قدر أبيك، ويريد أن ينشر هذه الإساءات بين الناس، وأنت مقام أبيك عندك هو أغلى وأعلى مقام، لكن القضية في أن هذا الشاتم لأبيك والمسيء إليه له مثلا محل أو محلات أو بقالة أو كما تقولون سوبر ماركت أو مصانع تنتج يعني منتجات معينة، سيارات وغسالات وأدوية مثلا، أو أدوات طبية، مستشفيات، أو أي حاجة من أي يعني منتج من هذا القبيل. هل ترى أنت من العقل ومن المنطق أن تروج لهذه البضاعة التي ينتجها هذا الشاتم لأبيك، أو أن تشتري منه، أم أنك ماذا تريد أن تفعل؟ طيب، هذا بالنسبة لشاتم أبيك أو المسيء إليه، فما بالك لأن هذا الذي يسب أو ينتقص إنما ينتقص ممن هو أعظم من أبيك وأبي، وأكرم وأشرف ويعني أعلى مقاما. من آباؤنا بالنسبة لقامتي وهامتي ومقامي ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمر طبيعي، أمر طبيعي جدا أنك سوف تتوقف مع هذا الإنسان وقفة. أذكر في بعد حرب 1973 أن قام الملك فيصل رحمه الله رحمة واسعة بأن استخدم سلاح البترول، فكانت إحدى الصحف الشهيرة الفرنسية أخرجت في أول صفحة لها الملك رحمه الله فيصل وهو جالس على الأرض جلسته المتواضعة الطبيعية، وتقول للفرنسيين: هذا العربي الجالس على الأرض يستطيع وهو وسط الصحراء أن يوقف سيارتك في شارع الشانزليزيه، لأنه قطع عنك البترول الذي تضعه في السيارة التي تسير. يعني أظن المعنى واضح والكلام مفهوم. أذكر في سنة 1928 أو 1930، هذا نشر في مجلة المنار في 1962، ومنشور معروف يعني، وأنتم بحاثة تبحثون عن هذا، وقلت هذا في المسجد من 20 و30 عاما. بمناسبة مرور 100 عام على احتلال فرنسا للجزائر، يعني احتلتها 1830، عند 1930 أو 1928 تقريبا، يعني 98 سنة أو 100 عام، عملوا احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على احتلال فرنسا للجزائر. فماذا صنعوا؟ قبلها بسنوات أخذوا 10 فتيات جزائريات وأخذوهم إلى باريس، علموهم اللغة، وهم طبعا الجزائريين يدركون ويتكلمون الفرنسية، وعلموهم الاتيكيت الفرنسي، ملبس لمأكل لكل شيء. وفي الاحتفالية الكبيرة يعني صعدت الفتيات ال10 بعد مكثهم سنوات في الجزائر على المسرح يلبسن الحجاب الكامل. استشاط يعني المسؤولون ضد وزير المستعمرات في هذا الوقت اسمه لاكوست، فقالوا له: كيف هذا؟ قال: ماذا أصنع أنا والقرآن أكبر من فرنسا؟ أحبتي، الكارثة أنه بعض الأفراد كما بعض الدول لا يستفيدون من تجاربهم السابقة. ما حورب الإسلام وما عودي الإسلام وما عودي رسول الإسلام وما عودي القرآن
إلا وانتشر أكثر من قبل عدائه. هذا أمر يجب أن يكون واضحا بالاستقراء. يعني هم يريدون شيئا والله عز وجل غالب على أمره، الأمر أمره والدين دينه. فأنا أريد أن أقول نحن لا ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس متهما حتى ندافع عنه، ولا ندافع عن الإسلام لأن الإسلام ليس متهما وليست فيه نقائص. نحن يجب أن نعرض الإسلام عرضا جيدا، معنا بضاعة ثمينة يجب أن نسوق لها يعني تسويقا جيدا منظما. لكن القضية في أمر آخر، وهو أنه لم ير فينا رسول الله، لم. وأهمس أيضا في أذن الذين يريدون يعني الدفاع عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت أن الرسول والإسلام لا يحتاجان إلى دفاع، فهم ليس بمتهمين حتى ندافع، لا. حتى من بعض النخبة اللي من أهل العلم عندما يتكلم عن واحد مثلا غير مسلم ويقول وقد ارتكب الفاحشة وقد شرب، يا أخي ليست نقيصة عنده. أنت عندما تدافع عن قضية لازم أن تلم بآلياتها. هو عنده الخمر مباح وعنده الفاحشة مباحة، فأنت تصف وهو يسخر منك. أنت لا تصف هو يسخر منك، لا أنت بين، لا داعي لأن تتعدى على الآخر. لا، أنا أريد أن أقول بين ما عندك، وضح ما عندك، يعني اعرض الإسلام عرضا جيدا. هنا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الكفار عنه في مكة أنه شاعر وكاهن وساحر. ما قال يوما أنا لست كاهنا، أنا لست شاعرا، أنا لست ساحرا، وإنما أخلاقه وعمله البناء واتخاذه السنن الكونية هي التي يعني بنت هذا الدين، وجاءته بعد ذلك السنن يعني الخارقة. يعني هو اتخذ السنن الجارية وصنعها، ثم جاءته السنن الخارقة. هكذا إذا أردنا أن نفهم المسألة. أرجو أن تكون قد وصلت رسالتي إليكم جميعا. صلى الله على سيدنا رسول الله. ما أصبح الصباح وأمس المساء، ما يعني ذكر الله الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.